النهارده الزمالك مش هنتكلم في الفنيات كتير قوي. دي اول مباراه تتلعب بعد احداث طبعا بورسعيد. مباراه رسميه وكانت خارج الارض وكانت في تنزانيا. نادي الزمالك لبس شريط اسود على ضحايا موقعة بورسعيد، وايضا وقف دقيقه حداد بالاتفاق مع الفريق التنزاني. الفريق التنزاني فريق يعني عادي، يعني ولا قوي ولا ضعيف، فريق متوسط المستوى. نادي الزمالك افضل منه بكثير، ولكن اثناء المباراه كان هم الاكثر سيطره. نادي التنزاني بعد مرور ربع ساعه وكانوا الاكثر فرص. عشان نقيم اللعيبه فنيا صعب ان نقيم لعيبه فنيا. ادي الهدف الاولاني للفريق التنزاني. انتوا عارفين الزمالك تعادل 1-1 ودي نتيجه رائعه. بص، اللي يشوف الكرة كده ما تعرفش هل هو رافعها ولا حاططها. من الحته دي بالمنظر ده بالجسم ده ما تعرفش هي محطوطه ولا مرفوعه. في الناس، وده قال لك اتذبحوا خلاص، اتذبحوا، وده قاعد يجي في الكاميرا 100 مره، ذبحناهم خلاص ذبحناهم. يعني ده خدوا بالكم كمان ان هم كان يعني فريق يانج افريكانز كان متغاظ شويه من بعض اللابسين احمر الناحيه الثانيه اللي هم بيشجعوا سيمبا التنزاني. فريق سيمبا التنزاني اللي هو يعني الديربي بتاع تنزانيا ده، مش عارف مرفوعه ولا محطوطه. يعني بصوا كده يا جماعه، انا اقول ان ممكن متهيالي ان هو رافعها بس قلشت، بس المنظر العام انه حاططها. ما اعرفش ده يحسب بقى خطأ على عبد الواحد ولا لا، بس ما اعرفش. طبعا الحته دي بالمنظر ده بالحطه دي يعني لازم تبقى خطأ لعبد الواحد، بس هي طبعا فيها نوع من اللك والحظ الكبير قوي انها تتحط في الحته دي. ولكن في النهايه عايز اقول ان نادي الزمالك على المستوى الاخلاقي كان عالي جدا. وده الروح اللي احنا بنتمناها يا رب ان شاء الله بين فرقنا كلها، وما ترجعش ريما لعادتها القديمه ونقعد مشاكل بين الجماهير والاعلاميين والمدربين واللعيبه بين الاهلي والزمالك. لا، النهارده وقفنا دقيقه حداد بنمثل مصر، وقفنا ولبسنا شاره سودة عشان بنمثل مصر، مش اهلي ولا زمالك. كابتن اسماعيل يوسف باس طبعا باس الشريطه السوداء اللي كانوا حاطينها على الكم. وعمرو زكي ما فرحش، انتوا شايفين عمرو زكي اهو وقف ما فرحش خالص. مع انه ده اول هدف لعمرو من شهور بعد غيابه غيبه طويله جدا واول مباراه ليه. طيب معايا على التليفون كابتن اسامه نبيه مدرب نادي الزمالك. كابتن اسامه، يعني مبروك النتيجه يا كابتن اسامه. الله يبارك فيك يا كابتن خالد، ومبروك على كل مصر. يعني وكانت دي اللي انا سامع حضرتك كنت بتتكلم، دي كانت ابسط حاجه واقل حاجه نقدمها لشهدائنا، وان شاء الله الفتره اللي جايه برضو عندنا الكتير ان شاء الله نقدمه لهم باذن الله. كابتن، انتوا كنتوا عاملين التيشيرتات دي واخدينها معاكم من مصر اللي هي عليها صوره انس كرمز للشهداء؟ احنا كنا مجهزينها معانا، والحاجات اللي الشارات السوداء مجهزينها معانا، لان ده اول لقاء لينا بعد الاحداث في بورسعيد. فبالتالي احنا كنا مجهزين، واحنا كنا عندنا تفاؤل وعندنا ايمان وعندنا عزيمه واصرار ان احنا نعمل حاجه كويسه في اول ظهور لينا خارج مصر. وبالتالي كنا مجهزين الحاجه دي، والحمد لله ربنا كرمنا وكرم لعيبتنا النهارده وكرم الفرقه بنتيجه ايجابيه هنا في تنزانيا مع فرقه محترمه، اسم كبير برضو هنا في تنزانيا وليها شعبيه كبيره هنا في تنزانيا، والحمد لله ربنا كرمنا وعملنا نتيجه ايجابيه هنا. انت بيقولوا لي ان عبد الواحد سيد تقريبا ما شافش الكوره بسبب الشمس. لا، لو انت رجعت الكوره كابتن خالد هتلاقي ان في عبد الواحد السيد وصبري رحيل واللعيبه اللي كانت في اتجاه الكوره هم شويه وقفوا على اساس ان الكوره هاند بول، وقعدوا يشاوروا للحكم فعملوا زي ستوب كده فجاه، فالكوره اتلعبت مفاجاه كده بالنسبه لعبد الواحد. ربما عبد الواحد تكون الشمس جت في عينه، لكن هم كلهم كانوا يمكن في لحظه سكون على اعتبار ان الحكم هيحسب لمسه يد. فطبعا انت عارف اللعب في افريقيا بيختلف تماما عن اي دوريات ثانيه، فبالتالي الحاجات دي احيانا بتعدي على الحكام. لكن احنا الحمد لله قدرنا، كان رتمنا واضح اثناء حتى الشوط الاولاني، وسيطرتنا كانت واضحه على الشوط الاولاني والشوط الثاني. قدرنا نتعامل مع عامل الجو، انت عارف الجو درجه حراره هنا عاليه قوي، الشوط الاولاني كان درجه حراره عاليه قوي، فقدرنا نتعامل مع الجو خلال الشوط الاولاني، وقدرنا الشوط الثاني
نحقق هدف التعادل. كان عندنا اكتر من فرصه، برضه رزاق جات له فرصه في الشوط الاولاني كنا ممكن نتقدم بيها، لكن انت عارف الظروف دايما في افريقيا بتختلف، لكن بنحمد ربنا ونشكر فضله على النتيجه الايجابيه اللي احنا حققناها يعني. اسلام لسه عندنا شوط تاني ان شاء الله مصر طبعا، ده شوط هنا شوط خلص، لكن لسه في شوط تاني اهم ان شاء الله يكون في مصر باذن الله. اسلام متعور؟ اسلام حس بشد خفيف، فاحنا فضلنا ان احنا نريحه عشان الاصابه ما تزيدش. انت عارف برضه زي ما قلت لك عامل الجو وعامل الحراره بيأثر برضه على اللعيبه بنسبه كبيره، فاسلام حس بشد خفيف، فاحنا فضلنا ان هو ما يستمرش وندفع بحد تاني يكون سليم 100% عشان يدينا برضه نتيجه ايجابيه يعني. ان شاء الله. وفي مباراه العوده هينضم شيكابالا وهينضم محمد ابراهيم وهينضم صلاح سليمان وهينضم احمد حسن، كل اللعيبه دي هتنضم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب ان شاء الله انتوا جايين يوم الاثنين الساعه 6 الصبح حاجه زي كده صح؟ احنا بكره طيارتنا ان شاء الله الساعه 2 بالليل، وباذن الله نكون فجر كده 6 الصبح او 7 الصبح بالكثير قوي ان شاء الله نكون في القاهره يوم الاثنين ان شاء الله. ترجعوا بالسلامه يا كابتن اسامه ان شاء الله. شكرا ليك يا كابتن خالد، شكرا ليك. شكرا لكابتن اسامه نبيه مدرب نادي الزمالك. زي ما قلت لكم مش هنتكلم في الفنيات، الزمالك درجة حرارة، نفسية اللعيبة ما لهمش نفس، بيفكروا في الشهداء، مباراة خارج الأرض، فريق عنده طموح عايز يكسب وسط جمهوره. في النهاية المحصلة هي 1-1، هي نتيجة إيجابية، يعني التعادل بدون أهداف في مصر بيصعد بفريق نادي الزمالك للدور ال 32. نتيجة إيجابية ونتيجة رائعة في وسط الظروف الكتيرة المحيطة بالمباراة دي قبلها. حتى كمان الإقامة كانت سيئة من يانج أفريكانز، واضطر نادي الزمالك يدفع فلوس أكتر عشان يقعد في مكان أحسن وياكل أكل أحسن. وكابتن إبراهيم يوسف رئيس البعثة قال إن أنا مش هنعامل يانج أفريكانز بنفس الطريقة اللي عاملنا بيها، واللي حدد لنا مبلغ قليل جدا عشان نقعد في أوتيل يعني دون المستوى، ولكن في مصر إحنا كالعادة هنعملهم أفضل. انتوا عارفين إن نادي الزمالك النتيجة دي مهمة جدا بالنسبة له، لانه نادي الزمالك هيلعب في مصر بس مش في وسط جمهوره، لان نادي الزمالك هيلعب المباراه القادمه بدون جمهور، بدون جمهور في مصر. اعتقد هتكون في الكليه الحربيه او في المقاولين العرب، على ما اعتقد المقاولين العرب بدون جمهور. فطبعا النتيجه دي نتيجه مهمه جدا، لان المباراه القادمه يانج افريكانز مش هيكون عليه يعني تاثير او جامد، لانه هيلعب ضد نادي الزمالك او ضد 11 لاعب، ومش هيلعب ضد جمهور نادي الزمالك الكبير والعظيم.